طبعا العيلة والمعارف كلهم عرفوا بوضعي، والزيارات بقت داخلة طالعة. كلمات المواساة زي مثلا انتي اتحسدتي، ان شاء الله تبقي احسن، ربنا يشفيكي، وهكذا. في الاول طبعا لازم الكل يعمل الواجب، لكن بعد اول زيارة او اول مكالمة خلاص كل واحد بقى انشغل وشاف حياته ونسيوا امر تقريبا، ما عدا حد واحد بس، طنط سنية. طنط سنية تبقى مرات عمو احمد، كان صاحب بابا الله يرحمه. كانت بتتردد على زيارتي دايما، تقريبا كانت بتيجي يوم ويوم. هي حد لطيف قوي وطيوبة، دي حتى جات لي يوم حفلة تخرج الثانوية العامة بتاعتي وجابت لي هدية. ولما كانت بتجينا كانت لازم تدخل بحاجة زي فاكهة مثلا، وكانت تقعد معايا شوية وبعدين تطلع تقعد مع ماما في الصالة. المهم في الفترة دي جربت أروح لدكاترة كتير جدا، وعملت أشعة وتحاليل وأخدت أدوية، لكن برضو ما كانش فيه فايدة. وكل الدكاترة اللي رحت لهم كانوا بيسألوني سؤال مشترك دايما: هو انت يا بنتي في حد بيضربك؟ هو انت في حد مزعلك؟ هو انت في حد مضايقك؟ وهكذا. لكن على الرغم